الو. ايوه يا بابا، السباك هنا وهو بيصلح السيفون. معلش يا اسطى، ده منطقي؟ معلش يعني ان انا اخبي الفلوس في الكابينيه؟ يعني معلش ده منطق؟ ماشي، ما تتاخرش عليا عشان انا قاعده لوحدي. ماما بتجيب مثلا من المدرسه. ماشي سلام. هو انت قاعد ليه؟ عندي سؤال محيرني. انا دلوقتي رحت ضيف وعايز افك، انا بني ادم وعايز افك بقى، اعمل انا ايه؟ افكها فين؟ يعني انا مثلا افك انا فين؟ اتصرف ازاي؟ سواء دي او دي، يعني موضوع شاغلني جدا. ليه يا اسطى مش شغال؟ يا نهار اسود يا نهار اسود يا استاذه، الحمام ضيق وانت واقفه مرزياني، وتاني حاجه السيفون طلع فيه شغل كتير وانا مش عارف اصلحه دلوقتي. اتفضلي بس قدامي يا استاذه وانا. طب انا عايز اسال سؤال بجد، مين اللي كتب القصه؟ مين؟ لا مين؟ انا عايز اعرفه مين. لك ايه العيوب اللي في السيفون؟ اتفضلي اتفضلي. برضه يا اسطى ما قلتليش ايه العيب اللي في السيفون؟ بقول لك يا استاذه، امال فين بابا؟ بابا مش موجود. امال فين ماما؟ ماما زمانها جايه دلوقتي. يا نهار اسود على الموضوع دوت. طب بصراحه كده يا استاذه، السيفون طلع مسدود وانا معيش اصلا عده السيفون اللي انا المفروض اركبها. ولا انت كنت داخل تصلح ايه؟ لا بجد انت يعني ايه ما عنديش العده؟ يعني هما قالوا لك، يعني هما ادوك امتحان مفاجئ وبعد كده عمال تقول لهم اصل كذا كذا وكان عندي؟ يعني ماشي يا تمام حاضر، نص ساعه وجاي وانت هتجيب حاجتك، يعني مش محور، يعني انت في ايه؟ السيفون حاجات ايه يا اسطى؟ وانت لو مش عارف تصلح السيفون سيبه واحنا نصلحها، اجيب واحد تاني يصلحها. لا لا يا استاذه، مفيش الكلام ده انا سباك احسن سباك في الدنيا. بس يا ماما لما انا عايزه اخش. صدق تؤمن بالله، اقسم بالله لو سباك قال لي كده انا كده اكد لي اللي هو حمار من الاخر. ايه مالها؟ عايزه ايه يا استاذ؟ ايه عايزه التولد دي؟ تخش الحمام. حمام؟ طب ادينا بس يا استاذ اي شويه فلوس، هنزل اجيب بس ادوات السيفون واركبها لك والحمام يبقى شغال 100 100 وبنتك تعمل حمام براحتها. شويه فلوس؟ شويه فلوس؟ يعني مش مبلغ، يعني قول لهم 60 جنيه يا عم، قول 60 70 جنيه، لكن هتقولي شويه فلوس؟ يعني يلا هو رز، يلا هو رز، يلا انت داخل مقله، يلا ايه اللي ايه يلا في شويه فلوس ده؟ والتاني عايز اخش يا اختي ما فيش ميه يا اختي، يا اختي ما فيش ميه يا اختي، هتخش تعملي ايه؟ ودلوقتي فوقتي ما فيش ميه، مش هتعرفي تتصرف، مش هتيجي. ماما مش قادره، عايزه اخش التويليت، مش قادره. حاضر يا حبيبتي اصبري اهو، هيخلص 10 دقايق، ما خلصت هطرده بره وادخلك التوليت وخلاص. ماشي ماشي. احنا من غير الحمام ده ما نسواش حاجه. بتستعبط يا بنت، وانتوا كنتوا بتدخلوه اصلا؟ هنستعبط على بعضينا، هنغني على بعضينا، شوفي بقى تصرفيها في اي حته هتقرفينا. لسه. ايوه يا استاذه، خلاص خلصت لك الحمام وروقت لك عليه كمان. طيب ماشي يا اسطى، حسابك كام؟ 100 جنيه بس يا استاذ. انت غلبتني قوي النهارده يا اسطى. اعمل ايه يا استاذه؟ كان في شغل كتير في السيفون بس. يلا السلام عليكم يا استاذ. وعليكم السلام. ايوه انا عارف، انا الدماغ دي الكتامين مع البيرسول بيجيب الدماغ دي، صدقني والله بيعمل الدماغ دي، بيعمل الحاجات دي، اسمع مني بيخلص على طول. يا صافي يا صافي، ايه يا حبيبي؟ عمال ادور على الفلوس والدهب جوه في الدولاب، راحوا فين؟ الفلوس والدهب؟ افتكرت، ده انا كان ليا واحده صاحبتي قاعده معايا وقالت لي خلي بالك المنطقه النهارده مليانه حراميه، رحت شلتهم وقلت اخبيهم في الحمام. نعم يا اختي، في الحمام؟ ايوه. تعالي وريني فين في الحمام. يا نهار اسود، صح. شايلهم فين بقى؟ في السافون. في السافون، هاتيهم. ايه ده؟ يعني بصراحة قصة هادفة صارخة لطيفة جميلة جارحة، بس يا ريت ما تعملوش فيديوهات تاني، ابوس ايديك يا ريت من فضلك، شكرا.